بصوا بقى يا بنات، انا دخلت المطبخ اهوت وهحاول ان انا اوريكم على قد ما اقدر طبعا كل ده هنضفه، واللي ملهوش عايزه هرميه، واللي عاوز يتنضف هيتنضف. انا عندي السيراميك، ممكن واحده تقول لي اصل السيراميك مش متوسخ، هي بس الحته دي متوسخه فعلا. انا السيراميك عندي مش متوسخ قوي لان انا كنت غسلاه من فتره قريبه، بس ورا العداد ده مضايقني قوي، فانا هحاول ان انا انضفه على قد ما اقدر. والشباك برضو عاوز برضو يتنضف، مش متنضف حلو. وطبعا ده مكان الشفاط، فانا مش هقدر اعمل فيه اي حاجه. لو عرفت اخلي جوزي يداريه او يركب الشفاط مكانه. وهوت ده مكان المدخنه، ولفيت حواليها ورق فويل لان منظرها كان مش حلو خالص، فانا لفيت حواليها ورق فويل. وده المطبخ اهوت. المواعين ديت هرصها مكانها، هي المواعين نضيفة. وهنا برضو يعني الدنيا يعني مش قوي وكده. وفوق الفريزر ده طبعا هروقه فيه حاجات كده عايزة تتروق. والرف ديت هنضفها، وهلمع التربوهات برضو. التربوهات برضو عندي مش متوسخة قوي، عن ان انا ايدي فيها على طول، ما بحبش شكلها يبقى متوسخ. بلمعها كده على طول بحبة مية ببريل بحبة خل، وبلمع الدنيا علشان خاطر ما الدنيا ما تبقاش متوسخة عندي قوي. بس فهحاول ان اقدر إن اللي انا هقدر عليه هعمله وهوريكم، ونشوف الدنيا مع بعض والخلطة اللي احنا هنعملها مع بعضينا. بس عايزة اقول لكم حاجة قبل ما انسى. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتبعتوا لي كده كومنت حلو، ولو في حاجة عايزين تقولوا لي عليها قولوا لي، وتعملوا لي بقى لايك حلو كده زيكم. وهستنى ردكم على الفيديوهات بتاعتي، ويا ريت تشجعوني كده. اعتبروني اختكم وشجعوني على المحتوى اللي انا بقدمه، يعني عشان اقدر اقدم لكم كل حاجة سهلة وبسيطة، ونتفاعل كده مع بعضينا ان شاء الله. بصوا بقى يا بنات، انا هو جبت الحاجة اللي انا هحطها، الخلطة اللي انا هحطها. انا معايا بطاطس كده ماشي، ومعايا كروركس الوان، هاخد كوباية منها. ومعايا ميه بليمون مقطعه فيه 3 ليمونات، قطعي فيه 3 ليمونات 4 ليمونات براحتك. خلاص. هحط حوالي معلقتين كبار من البطاطس او 3. ثلاث معالق خلاص. الناس اللي عندها حساسيه زي كده تخلي بالها من ريحه البطاطس، لان ريحته رخمه شويه. خلاص. نسيت اقول لكم برضو هحط برضو بريل، برضو هحط صابون مواعين برضو. هحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انتوا عايزين تحطوه في بخاخه لازم تصفوا الميه ديت كويس قوي من التفل بتاع الليمونه، عشان خاطر ما يسدش البخاخه. وهحط كلوروكس، كلوروكس الوان مش كلوروكس ابيض. وهحط كمان حوالي زي نص كوبايه بريل، اي بريل يا جماعه، اي بريل. خلاص. وهسيبه لما يدوب شويه، وبعد كده هستخدمه. هي دي الخلطه اللي معايا، ان انا بغسل بيها السيراميك بتاع المطبخ، وسيراميك الحمام، والقعده بتاعت الحمام، والاحواض وكله، والبوتاجاز. بس اوعوا الميه ديت تيجي على حاجه ألمونيا، عشان البوتاص هيبوظها، هيعمل فيها نقط بيضة كده. طبعا انا مكنتش اعرف الموضوع دوت، جه غصب عني وانا برش على الحيطان، جه غصب عني على المواعين الألمونيا. فانتوا خلي بالكم عشان خاطر ما يعملش كده.
وبرده ما تحطوهوش على المطبخ الالموتيل، ما يتغسلش بيه المطبخ الالموتيل. ممكن تعملي الخلطه دي بس من غير بطاطس، الخلطه دي من غير بطاطس اغسلي بيها اي حاجه، هي كده تمام وامان. ما تقلقيش من الكلوركس الالوان، انا بغسل بيه اي حاجه، ملهوش اي ضرر على اي حاجه. بس طبعا انا ما بغسلش بيه المواعين يعني. خلاص احنا كده خلاص الخلطه اللي معانا جاهزه. انا عندي اهوت المساحتين اللي انا بقول لكم عليهم، جبت واحده علشان خاطر الحتت الصغيره اللي ديت مش هتعرف تجيبها، ودي بقى علشان خاطر تنجز معايا اكتر مساحه ممكنه عشان اخلص بسرعه. خلاص انا بقى مش عارفه الفواصل ديت هي ديت عدم نظافه ولا ده لوني الاسمنت، انا مش عارفه. انا مش عارفه لان ايه، عشان خاطر يا جماعه انا لسه ناقله في الشقه ديت جديد، لسه ناقله فيها جديد. فطبعا انا غسلت فيها على قد ما قدرت وتعبت فيها، بس طبعا برضو مش عاجبني برضو المنظر اللي انا وصلت له، لاني كنت تعبانه من النقل وكده، فما قدرتش اجاهد فيها قوي. فهنشوف مع بعض هي هتنضف ولا دوت من لون الاسمنت نفسه. خلاص انا طبعا انا فضيت الدنيا هنا، فضيت الدنيا على الديب فريزر وطلعت الحاجه بره، حطيتها في الطرقه. لما اخلص اشوف ايه اللي انا عايزه ارصه او ايه اللي انا هرجعه او مش هرجعه. وفضيت هنا برضو التلاجة. طبعا هنا الدنيا برضو يعني كانت عايزه انا طبعا انا كنست يعني المطبخ، ولسه هكنس الحته ديت علشان خاطر الميه اللي تقع من الخلطه تبقى بتنضف الدنيا معايا. وكل همي ان انا انضف ورا العداد دوت، لاني منظره مضايقني قوي قوي. هو طبعا هو منظره مش كده على فكره زي ما هو طالع في الكاميرا بالبشاعه ديت. هو معلش يا بنات اضطريت افصل علشان خاطر الراجل اللي كان بينادي دوت مش عارفه بيبيع ايه ولا بينادي على ايه. المهم دلوقتي زي ما قلت لكم هنضف بقى الشباك، وهنضف كل حته ايدي يعطلها، هحاول ان انا انضفها. الخلطه دي يا جماعه والله بجد هي جامده، من ساعه انا ما عملتها مريحاني. ولو على فكره لو ما فيش اي حاجه عندكم منها، يعني لو في مثلا كروكس الوان ناقص تمام اشتغلي تمام ببقيه المكونات. لو البطاطس ناقص وفي كروكس الوان خلاص مشي اشتغلي تمام. المهم يكون في حاجه منهم موجوده علشان خاطر تنضف لك الدنيا بسهوله، ما تقعديش تدعكي وتتعبي. فانت يعني على قد ما هتقدري ان انت تسهلي على نفسك سهلي. وبرضو الخلطه برضو احنا برضو ممكن نحطها على في الحوامل بتاعه البوتاجاز، هنحطها في ميه مغليه ونحط الطاس والخلطه ديت عشان خاطر تنضف معانا الحوامل. انا طبعا عشان بقالي فتره دراعي وجاني وتعبانه وكده، فانا طبعا مهمله في الحوامل بتاعه البوتاجاز. انما ده صدى البوتاجاز ده يا جماعه بقاله 21 سنه عندي، فكتر خيره بصراحه. انا على قد ما بقدر ان انا احافظ على حاجتي بحافظ عليها، فربنا يسهل كده ان شاء الله واغيره، يعني ربنا ييسر الحال واغيره يعني. اسعار البوتاجازات شدت قوي. كل ما اجي اجيب البوتاجاز ابص، كل ما اجي اروح على السعر اللي انا سمعته ابص الاقي سعره زاد، فبتراجع تاني والفلوس طبعا بتتصرف مني. فربنا يسهل يعني ان شاء الله واغيره باذن الله. فبرضو زي ما قلت لكم انتوا تنقعوا الحاجات ديت في نفس الخلطه، برضو الدنيا دي هتنضف معاكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في السيراميك. بصوا يا بنات انا حطيت الميه هو طبعا في طبق اكبر من الطبق التاني، انا بعمل فيه حاجات تانية تخص الاكل، انما دوت لا، ده بتاع بغسل فيه حاجات يعني تخص الحمام. انا بليت اهوت المساحه خلاص، هقف على الكرسي وهطلع اعمل دوت. بس انا مش عارفه هعرف اصور لكم لا وانا ماسكه التليفون. فانا هعمل بالمساحه عليه واسيب حوالي 5 دقايق لما اعمل حته غيرها،
بعد كده ارجع تاني اعملها. بص الاقيها نطفت معايا بكل سهوله. لو عندكم ارفف قلموتات من الارفف ديت، حاولوا ان انتوا تغطوها علشان خاطر البوتاص ما يبوظهاش. انما الكلوركس الالوان زي ما قلت لكم ما بيعملش حاجه، ولو في فيشه ولا حاجه حشوها زي ما انا حشت كده. وحاولوا تخلي بالكم من الكهرباء وما تبلوش المساحه قوي. خلاص هحاول كده لو عرفت اصور لكم وانا بعمل هصور لكم. خلي بالكم يا بنات، اوعوا الميه دي تيجي على وشكم ولا على عينيكم علشان خاطر البطاطس والحاجات اللي فيها. بصوا انا عايزه اوريكم ان الخلطه اساسا بتشيل حتى من قبل ما تسيبوها. يعني هي بسم الله ما شاء الله جميله. دي فتحه كان حد كان مدخل منها سلك كهرباء. خلاص بصوا انا مش عايزه اطول والله عليك الفيديو، بس كل اللي انا عايزه اقول لكم عليه ان انتوا ما تحاولوش ان انتوا بصوا ما تحاولوش تخلوا الميه دي تيجي على الجلد ولا على عينيكوا، عشان مره جت على عينيا كنت هتعمي فيها. طبعا كنت عماله اصرخ صريخ غير عادي يعني، فربنا يسترها. بصوا السيراميك. طبعا انا مش عارفه اتملك لان انا مش واقفه على الكرسي. الخلطه بجد يا جماعه رهيبه والله، رهيبه بجد بجد يعني. انا جبت بقى المساحه الصغيره ديت علشان خاطر بقى الحاجات دي الصغيره دي ان انا مش بعرف اجيبها. المساحه ديت كانت عامله 45 جنيه، والمساحه الكبيره كانت عامله 60 جنيه. دي 45 والتانيه 60، بس بصراحه يستاهلوا. انا بصراحه كان نفسي اجيبهم عشان خاطر السيراميك. مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. الخلطه بجد يا جماعه والله هتريحكم قوي. انا طبعا عايزه اجيب اللي هو فوق دوت. بصوا الحته اللي فوق دي، بصوا الفرق بين اللي فوق واللي تحت هوريكم برضو. هحاول اقف على الكرسي كده واوريكم. بصوا اهو ركزوا كده معايا، ركزوا معايا. على فكره انا ما نزلتش المساحه في الميه الا مره واحده بس. حاولوا ان انتوا تصفوها عشان خاطر ما تعمل. بصوا بصوا بصوا. يستاهل بقى لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو كده منكم ولا لا. بصوا الحته التانية ديت، انتوا شايفين الفرق؟ على فكره انا ما حطيتش ميه كتير يا بنات، خلاص حوالي رتل ميه بس، حوالي رتل ميه بس، هتكتروش ميه. طبعا انا بعد ما هخلص كده هعمل هجيب طبعا ميه نظيفه واغسل ال ال بتاع المساحه واعصرها واعملها عشان خاطر تلمع لي الدنيا. بصوا الخلطه يا جماعه، بصوا. على فكره والله انا الحمد لله رب العالمين، انا اي حد بيخش عندي بيلاقي الدنيا على طول نضيفه. بس طبعا انا ساعات ببقى تعبانه وساعات ببقى مش ببقى قادره ان انا بصراحه اعمل حاجه، بس بيبقى غصب عني زي اي حد يعني. بصوا برضو مشوا يا بنات على المواسير، يا بنات مشوا على المواسير. حاولوا ان انتوا على قد ما تقدروا ان انتوا تعملوا. بصوا طبعا هي البتاعه طولها مش مساعدني، بس هحاول برضو ان انا. بصوا ركزوا معايا في الحته دي. طبعا انا مش عارفه اوريكم حلو قوي بسبب ان انا واقفه على الكرسي. بصوا الجزء ده، يعني انا بقول لكم سيبوها 5 دقايق. ده بصوا هي بسم الله ما شاء الله والله من غير ما تستني ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله. على فكره انا الخلطه دي محدش قال لي عليها والله يا جماعه ولا حاجه، ولا شفتها على النت. هي جت معايا بالصدفه، لان احنا كنا زمان واحنا بنغسل الغسيل كنا بنحط البطاطس، وكنت بغسل فيه الحاجه بتاعه البوتاجاز. كنت انا عيله صغيره وكنت بعمل كده لان انا كنت غاويه شغل البيت، فالموضوع كان بيجي معايا بالصدفه. ف كنت بحاول خلاص بلاقي الحاجه بتنضف معايا، فانا كنت بركز في الحاجه. بصوا يا جماعه، انا لسه طبعا هعمل تاني. يعني انا هعمل تاني، هغسلها واعمل تاني، انزلها في الميه واعمل تاني. طبعا همشي على العداد ده. بصوا
طبعا عشان دراعي وجعني والله يا جماعه بقى، يعني ماسكه المساحه اساسا بالعافيه. بس هوريكم هعمل ده كله كده، وهوريكم عشان خاطر مطولش عليكم الفيديو. بس انا زي ما قلت لكم، خلي بالكم انتوا بتنضفوا لو في هدوم صعبه قوي، يعني عشان يعني ممكن تكون في دهون اصعب من كده. حاولوا تصوبوها بس يعني دقيقتين تلاتة وانتوا شايفين المنظر قدامكم، شايفين المنظر قدامكم، الخلطة بتتكلم عن نفسها. خلاص انا حبيت والله اوريها لكم، لان انا على طول بعمل الموضوع دوت. بس اللي متضايق لو في سنة ريحة من البوتاص، احطوا كمامة على نفسكم. هي الريحة مش بشعة قوي، يعني هي حاجات بسيطة. على فكرة انا عندي حساسية على صدري وما بطيقش اي ريحة. بس مش حاطة كمامة ولا حاجة، الريحة مش بشعة قوي. بس عادي لو انتوا قلقانين منها، حطوا كمامة على نفسكم والبسوا جوانتي في ايديكم. خلاص هخلص كده واوريكم. بصوا طيب، بصوا هنا انا عايزه اوريكم اكتر مكان برضو بيبقى ورا البوتاجاز. هنا بيبقى رخم قوي والستات برضو بتتعب منه. بصوا، خلي بالكوا بقى لو انتوا سبتوها شويه. والله انا عايزه اوريكم كل حاجه صعبه عندي. يعني انا ايدي والله في المطبخ على طول، بس انا فعلا بقالي يعني شويه ما شدتش البوتاجاز وعملت من وراه. بصوا، ما فصلتش الكاميرا ولا اي حاجه اهو. يعني كمان ده انتوا لو سبتوه دقيقتين بس هتشوفوا. مش عارفه عشان اهو. جربوا يا جماعه وقولوا لي بالله عليكم، وابعتوا لي كده الخلطه عملت معاكم ايه، وتشتركوا في القناه وتشجعوني. اهو بصوا اهو، ولا سلك ولا حاجه. ما بالكم بقى انتوا لو حطيتوا حته سلكايه. مش عارفه، مش محتاجه بصراحه، مش محتاجه والله. اهو انا هسيبه برضو شويه عشان خاطر الحاجات اللي هنا ديت تتعمل، عشان فيه حته لازقه كده شويه اهيت. خلاص هسيبها شويه علشان خاطر برضو تبوش من الخلطه. بصوا برضو هنا نحط كده المساحه كده في الخلطه. برضو هسيبها برضو شويه اهيت. انتوا شايفين الدنيا بتنضف معايا ازاي اهوت. انا هخلص كده وبعد كده هوريكم.